عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منى الصباح. النهاردة أنا هعمل جبنة من اللبن القاطع. فأنا كان عندي لبن وقطع، فأنا قلت ممكن بقى استغله. كان عندي شوية جبنة رومي كده، فقلت إيه مبشورة في الفريزر، فأنا طلعت كيس صغير أهو بتاع كوباية صغيرة. قلنا نعمل بقى لبن جبنه ولا ايه، جبنه كده بقى زي البراميلي، زي ايه الجبنه البيضه العاديه. فانا هنعملها وان شاء الله تعجبكم. خلاص نخش على المقادير. هي طبعا المقادير اللي تبقى موجوده عندك. نص كيلو لبن اهو، نص كيلو لبن قاطع. خلاص معلقه خل. هحط كل المقادير على بعضيها. انا طبعا المفروض كنت حطيت الحله على البوتاجاز ودلقت فيها ده كله، بس انا عشان ايه، عشان اللبن القاطع يتضرب ضربه كويسه يبقى ناعم كده وكريمي. خلاص حطينا معلقه الخل، معلقتين نشا، معلقتين نشا كبار. هتقولوا ايه ده، في حد بيحط جبنه نشا للجبنه؟ طبعا يبقى شوفيها كده وان شاء الله تعجبك. معلقه ملح صغننه خالص. انت عايزه تحطي معلقه يعني مليانه كده، حطي معلقه، انت حسب انت الجبنه بتحبيها فيها ملح زياده او دلع. خلاص كوبايه جبنه رومي مبشوره بقى او مقطعاها حتت صغيره كده، او جبنه انت مشترياها وتقطعيها مكعبات كده وتروحي حطاها. خلاص يبقى كده حطينا ايه في الخلاط، اللبن القاطع والخل والنشا والملح والجبنه الرومي. بس هي دي مكوناتنا، وان شاء الله تطلع احلى جبنه. خلاص هنضرب بقى المكونات الجميله اللي احنا عملناها دي كده اهو، ضربه حلوه كده تخليه كريمي خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص ضربنا المكونات الحلوه كده. نجيب حله بقى صغيره كده على قد نص كيلو اللبن. خلاص كده نشيل كده ونشيل ده بقى كده عمل شغله. ندلق كده ونروح على البوتاجاز على طول. خلاص يلا بينا على البوتاجاز، يلا بينا. دلوقتي حطينا اللبن القاطع والجبنه الرومي والملح والنشا ومعلقه الخل على النار. هنقعد نقلب كده عشان النشا طبعا ما تكلكعش. طبعا هي مش هتقلب مهلبيه ولا حاجه، هتطلع جبنه في منتهى الجمال. خلاص هنفضل بقى نقلب كده لحد ما تغلي والجبنه ايه، الجبنه الرومي تسيح. خلاص نفضل بقى نقلب كده، نقلب فيها كده. بصوا حطينا بقى على النار، قعدنا نقلب ما شلناش ايدينا خالص عشان ايه النشا. خلاص كده هي كده بصوا هتبقلل، تبقلل كده بقى عشان ايه تبقى كده تمام. انا بقى هحط ايه شويه فلفل اسود كده. بصوا حاجه بسيطه كده ندلعها، ايه ندلعها. خلاص بصوا بقللت ازاي بس. ودي بقى يعني هي اسبوع تخلص في اسبوع. خلاص تحط في التلاجة وتقعد اسبوع، تسحبي منها بقى حته حته. واحنا عاملين كميه صغيره ان شاء الله تعمليها تعجبك. هتعمليها في اللبن العادي نفس الطريقه، اللبن العادي نعمل بيها الطريقه دي. خلاص نقفل بقى كده ونروح نحطها في علبه. يلا بينا. بعد ما جبناها من على النار كده خلاص بصوا عامله ازاي الجبنه. بسم الله ما شاء الله، جبنه كريميه بسم الله ما شاء الله. انا جبت علبه اهي على قد النص كيلو طبعا اللي انا عاملاه. دهنتها دهنه زيت خفيفه كده عشان لما نيجي نقلبها. خلاص يلا نقلبها بقى. احنا مش هنقلبها دلوقتي، انا هفضي ده بقى كده. طبعا كميه صغيره وان شاء الله تطلع في منتهى الجمال كده. طبعا انا هفضي الباقي كده. الحله سخنه كده ونسيبها لما تبرد ونحطها فين، في التلاجة. جبنه جميله كريمي حلوه بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي. طبعا اللي مصفرها كده ايه الجبنه الرومي اللي احنا حطيناها. ما هي حسب التطعيمه بقى اللي انت بتحطيها، اذا كانت بتاع ده بسطرمه، لاكفور، اي جبنه او شيدر او رومي.
خلاص هي صفرة كده عشان جبنا ايه الرومي اللي احنا حطيناها كده. تمام كده تمام. نغطيها نسيبها لما تبرد خالص، بس نحط عليها كيس تلاجة من فوق كده عشان ايه ما تعملش طبقة زي الشمع كده. خلاص نحط عليها بقى كده بس تبرد شو، يعني نحط ورقة كده عليها، كيس بلاستيك بتاع التلاجة نحطه من فوق كده ونسيبها لما تبرد خالص ونحطها فين في التلاجة، وبعد كده نشوفها ان شاء الله. جبنا بعد ما طلعناها اهي، بسم الله ما شاء الله، بصوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بصوا عامله ازاي. خلاص نقلبها بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. قعدتها 2.5 ساعة في التلاجة كده. معلش بقى يا ربي كده اهي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا عامله ازاي. طبعا الغامق ده الاسود ده فلفل اسود، انا حطاه قدام حضراتكم. بصوا بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. ده نص كيلو جبنه، عملنا من نص كيلو اللبن القاطع نص كيلو جبنه، بسم الله ما شاء الله. طبعا بقى الغليان ونقست وبتاع مع الغليان عشان معلقتين النشا تستوي، بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي. نقطعها بقى، نقطع بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بسم الله ما شاء الله. جبنه عامله زي الجبنه الكريمي، بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي كده. كان الطبق المفروض يبقى كبير شويه، معلش. بصوا عامله ازاي اهي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا عامله ازاي اهي. نقطع تاني اهي. طبعا الغامق ده انا قلت ايه كده جميله وحلوه، عامله زي الجبنه الكريمي بالظبط. بصوا عامله ازاي اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا عامله ازاي اهي. بصوا الجبنه عامله ازاي. بصوا جبنه ولا مش جبنه، بسم الله ما شاء الله، عامله زي الجبنه الكريمي وطعمها في منتهى الجمال. طبعا هي مصفرة شويه عشان ايه، عشان الجبنه الرومي. نعملها بنفس الطريقه وبنفس المكونات اللي انا قلت عليها، هتدينا نص كيلو جبنه، بسم الله ما شاء الله. جبنه رومي الله، طعمها في منتهى الجمال، بالفينو على التوست على اي حاجه، وتاكليها بالهنا والشفا جنب خيارايه جنب قرن فلفل، بسم الله ما شاء الله. هنعملها ونجربها ان شاء الله. يعني هي نص كيلو لبن قاطع مع معلقتين النشا ومعلقه الخل وايه ورشه الملح وايه تاني حطينا ايه، فكروني حطينا ايه والله ما انا فاكره. المهم عندكم اول الفيديو شوفوا المكونات اللي انا حطيتها واعملوها. كله ضربته في الخلاط وحطيته على البوتاجاز وقعدت اقلب فيه، ما شلتش ايدي الا ما النشا استوت بالشكل الجميل ده. بصوا عامله ازاي، جميله ولا مش جميله. وجبنه بسم الله ما شاء الله، بصوا عامله ازاي. بصوا جبنه كريمي جميله جميله. بصوا حته الجبنه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. والله عامله زي الجبنه الكيري، طعمها في منتهى الجمال. عارفين الجبنه الكيري طعمها والله زيه. طعم الرومي كمان يعني غالب عليها بطريقه، وحاطه فيها فلفل اسود، بسم الله ما شاء الله. اهي مدلعاها طبعا، مش لبن قاطع، لازم بقى ندلعها شويه ونكلفها شويه. خلاص نعملها وبالهنا والشفا. كانت معاكم نونا الصباحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.